السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده اكلتنا كل الناس بتحبها. وهي ميعادها مناسب قوي كده في الشتاء. فهنعمل محشي كرنب، ومش كرنب وبس، لا هنعمل انواع تانية. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. في البداية كده في ناس كتير مش بتعرف تقطع الكرنب وبتحتاس فيه وبيدوخها. هوريكم ازاي هنقطعه بسهولة ومقاسات صغيرة، وعشان الصباع المحشي يطلع شكله حلو وصغير ويبقى سهل في تقطيعه وسهل ان انتي تحشيه. في الاول كده انا عملت ايه، جبت كرومبايه وسلقتها. كلنا عارفين بنسلقها ازاي. بتحطي حله على النار فيها ميه ورشه ملح ورشه كمون، اهم حاجه الكمون. آم، لما الميه بتغلي بتبتدي تقطعي الكرومبايه، الورق بتاعها بالراحه كده، وتنزليه في الماء المغلية Thank لحد ما you. يطرى. وما تسيبوش كتير، يعني يا دوب بس ايه، عدي كده واحد اتنين من واحد لخمسة كده، وشيلي على طول من المية، وحطيه في مية تحت الحنفية. خلاص احنا كده خلصنا الكرومباية، هي كانت صغيرة. ده الورق اهو. هبدأ ان انا هشطف ورقة ورقة. ليه هشطفها؟ لان بيبقى فيها بواقي كمون، وممكن يبقى فيها حاجة بقى ايه يعني، فضلت كده، فلازم اشطفها. هشطفها تحت الحنفية وارجع لكم تاني. في البداية كده انا الورقة اهي، بمسك العرق التخين ده، بيبقى بعرض الورقة كلها اهو. امسكه كده من اوله لاخره، شايفين؟ من اوله لاخره. وهعمل كده، احطه كده، يبقى العرق اهو انا ماسكاه بايدي. تمام. هشيله، هقطعه، هشوف هو اوله فين. العرق اهو اوله من هنا اهو. وهبدا اقطع 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 لحد الاخر. خلاص انا شلته اهو. انا شلت الايه، الحته التخينه دي. تمام. بعد كده اهي الورقه زي ما هي، متلعبيش فيها لا يمين ولا شمال، اهي زي ما هي كده. هلفها رول، شايفاني؟ اهي زي ما هي. انا قطعت من هنا اهو، وهبدا الف كانك بتلفي رول اهو. كده 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 كده. افردي كده الحته المكلكعه، افرديها اهي. فردتها. هكمل الرول بتاعي. تمام. هقطع بقى المقاس اللي انت عايزاه. ده هيبقى الطول بتاع صباع المحشي. انا مثلا عايزاه كده، الطول ده هقطع كده، وهنا هقطعها كده. ده الطول صباع المحشي. بصي الورقه اهي، لو جيتي تفتحيها هتلاقيها بالمنظر ده اهي. انت بقى وانت بتحشي اهو، هتحطي الحته على ايدك كده وتلفي، وتقطعي عند الحته اللي انت عايزه تقطعي من عندها، وتكملي حشو وتقطعي من عند الحته. انا هسيبها كده. هعمل واحده تانية كمان قدامكم اهو. الورقه اهي مفروده. همسك الحته دي التخينه دي اهي من اولها لاخرها اهي. انا مسكتها اهي. هحطها اهو، افردها قدامي. افرد كده الورقه بايدي. انا ماسكه بايدي اهو، شايفين الحته دي اللي فيها العرق التخين اللي ايه، بيقرمش ده؟ هقطعه اهو. انا كده شيلته، وهبدا الف الورقه رول اهو. الحته اللي هي تلاقيها مكعبله قدامك، افرديها كده بايدك اهي. هقطعها اهي اتنين اهي. هتبقى كده. هي دي اللي هلف واقطع والف واقطع لحد ما اخلص. واحده كمان ورقه اهي اهي. همسك الحته دي اللي هي العظمه دي اهي من اولها لاخرها، وهنطر كده الورقه، هنطرها كده واحطها بعدلة ايدي كده اهي. وهبدا اقطع من اولها لاخرها اهي. انا شلتها.
بعد كده الف رول هنا مكلكعه اهي، هفردها كده عشان لما اجي الف الرول تبقى مفروده معايا اهي. بقيت عندي رول، هبدأ ان اقطع اهي تمام. وانتي بتحشي هتقطعي. اعمل واحده كمان. هشطفها الاول. دي نص ورقه مش ورقه كامله مقطوعه منها اهي. انا المهم عندي ان انا ايه، لا اطلع عشان دي بقى ايه مقطوعه. هطلع الحته دي اهي تنفع تتحشى لوحدها، والحته دي كمان هتنفع تتحشى لوحدها اهي. هظبط بقى دي كده. هكمل باقي تقطيع الكرومب وارجع لكم تاني. كده احنا خلصنا التقطيع بتاع الكرومب زي ما انتم شايفين كده، مش عارف باين اهي الكرومبايه كلها التقطيع كده اهي. ده طول صباع المحشي هيبقى بالشكل ده، وهنحشيه اهي. الورقه اهي مفروده، واحنا بنحشي هنقطع هنعمل فواصل. ده كده كرومب. معايا ايه تاني؟ كنت جايبه كيلو بتنجان بتاع محشي رفيع ده، خلاص انا قورته. طبعا احنا عارفين بيتعمل ازاي، بتفركيه كده على حاجه على رخامه لما يطرى. بعد كده بتقطعي الحته اللي من فوق دي وبتقوريه بالمقوره عادي. انا هنا نقعاه ميه بملح علشان ما يسودش، البتنجان دايما بيسود. معايا ايه تاني؟ معايا شويه كوسه تقريبا نص كيلو. هقورهم برضو وهوريكم هنعملهم ازاي عشان تبقى شكلها حلو قوي زي اللي بتتعمل الشيفات الشاطرين اللي بيعملوها. دي الكوسايه هي هتقطعي بس من فوق كده، هتسويها بحيث ان هي ينفع تتقور. تسويها بس من هنا بس كده. بعد كده هتمسكي المقوره من الناحيه الخشنه دي، شايفه؟ من الناحيه الخشنه، وهعمل كده. شايفه بتعمل خطوط، هتديها شكل حلو قوي. شايفه؟ هتعملي كده هتدي الكوسايه شكل حلو، هتديكي ايحاء ان هي يعني كوسايه محترمه كده وبنت ناس. خلاص احنا كده ايه عملناها، شرشرناها كده خفيف، يعني ايدك تبقى ايه خفيفه، ما تدوسيش جامد. انا مش عايزاها تغرس جوه، انا عايزاها بالشكل ده كده. ثواني هشطفها. ده شكل الكوسايه اللي انا عايزاها. شايفه مشرشره ازاي من بره. هبدا بقى ان انا اعمل ايه، ان انا هقورها بقى من جوه. طبعا الكوسه دي عايزه حد ياخد باله كويس جدا. شايفه؟ يعني تبقى حريصه قوي 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 وانت بتقوريها، وما تقوريش جامد، يعني خلي الجناب بتاعتها تبقى مليانه لحم شويه اهي بالراحه. وطولي بالك جدا عشان ما تتكسرش منك. بالراحه واحده واحده كده، ما تستعجليش. وانتي بتقوري برضو ايدك تبقى حنينه على الكوسايه عشان ما تتخرمش منك او تتكسر. بالراحه اهي واحده واحده هيطلع معاكي. شايفه اهي واحده واحده. تقوري حته وبعدين تزقي المقوره سنه كمان لورا وتقوري، يعني كأنك بتفحري كده في حاجه بس بالراحه. شايفه اهي لسه هي انا وصلت لحد هنا كده.
لحد الجزء ده. هزق المقوره شويه كمان لورا اهي بالراحه، وتبقي ايه واخده بالك كويس انتي بتعملي ايه اهي زي ما قلنا كده. حلو قوي كده، ما ترفعهاش اهي، نظيفه. شايفه؟ وشايفه السمك بتاعها تبقى مليانه شويه، يعني الكوسه لازم تبقى محمله شويه. هركنها وهكمل الباقي وارجع لكم. ودلوقتي خلاص خلصنا الكوسه كلها، شايفين شكلها ومن جوه بالشكل ده. يلا بينا نشوف هنعمل الخلطه ازاي. دلوقتي احنا عندنا طماطم. المحشي يعني طماطم، لو ما عندكيش بقى صلصه، لكن اساسي الطماطم. ولو الطماطم لونها فاتح ممكن تحطي معلقه صلصه مع عصير الطماطم. تمام. انا هنا حطيت قرنين فلفل اخضر. هعدلكوا بس. وهبدا احط الطماطم هنا في الكب او الخلاط، يعني شغال، يعني مش هتقول لا. هضربهم مع بعض، طماطم مع الفلفل، وارجع لكم تاني. ضربت الطماطم. انا هنا عندي دي خضرة محشي، بجيب مثلا ب20 جنيه، بيقعدوا معايا السنة كلها والله. بغسلهم كويس قوي وبنشفهم، بجففهم وبقطعها واشيلها في الفريزر، تفضل معايا طول السنة، لونها اخضر كده زي ما انت شايفة. بطلع منها وقت ما احتاج وبستخدمها في اي حاجة. هنا الطماطم خلاص مع الطماطم وعليها قرنين فلفل اخضر زي ما انتوا شفتوا. وهنزل الطماطم على الخضرة. في ناس بتحب تعمل تسبيكة للمحشي، انا ساعات بعملها كده وساعات كده. تمام. هنا انا كنت خلاص، يبقى هنا حطينا الخضرة، حطينا الخضرة وحطينا عصير الطماطم. وانا زودت دلوقتي معلقة صلصة واحدة، وبصل متقطع، بس هو كان متشال في الفريزر فهيفك يعني شوية دلوقتي كده وهيبقى فك. هبدأ ان انا دلوقتي ايه اضيف التوابل والزيت والرز. انا بحب احط في خلطة المحشي شوية نعناع اخضر. لو ما عندكيش نعناع اخضر ممكن تستبدليه بنعناع جاف خشن، حصى يعني، مش هنحط كتير. حبة نعناع كده بيدوا طعم وريحة حلوين جدا في المحشي. حط شوية كمون، حط شوية كزبرة، وهحط رشة فلفل اسمر، وطبعا هحط شطة. بعد كده هحط ملح. الملح بتحطيه حسب الحياء اللي انت محتاجة المحشي بتاعك يكون عليه. هحط شوية زيت، هخلط المكونات دي كلها مع بعضها وارجع تاني. هنا انا خلطت المكونات كويس مع بعض. طبعا لسه البصل ما فكش، بس هسيبه شويه هيفك. البصل اهو لسه ما فكش، هسيبه كده شويه هيفك. المكونات المقادير بتاعتها حسب ما انت هتعملي كميه قد ايه. تمام. الخضره برضو يفضل ان هي تكون كتير،
يعني لو عندك خضره ما تستخسريش يعني حطيهم. حطيت هنا شويه رز مغسولين، وهقلب المكونات دي كويس مع بعض. وطبعا في تكه في الاخر وانا بسوي المحشي هقول لكم عليها، او وانا بحشيه هقول لكم عليها، هتخلي المحشي في حته تانية خالص، طعم وريحه تجنن تهبل. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان هتشوفوا انا حطيت ايه. كده الخلطه بتاعتي جاهزه، هركنها على جنب لحد ما ابدا في الحشو. فهسيبها شويه لحد ما البصل يفك والخلطه عندي تبقى ايه، تبقى مش ساقعه. انا هنا هبدا ان انا احشي الكوسه بتاعتي. اهم حاجه ان مفيش حاجه تتحشى جامد، بالراحه اهي كده، وما تكبسيش الرز في القعر تحت، بالراحه خالص، تضغطي كده ضغطه خفيفه وما تمليهاش على الاخر اهي، تمسحيها كده. دي شكل الكوسيه، مش مضغوطه رز كتير، وفي نفس الوقت مش مليانه للاخر. ليه بقى؟ لان هي وهي على النار بتستوي الرز حجمه بيتضاعف، تمام؟ فهينفجر جوه هيفرقع الكوسايه مثلا او البتنجانيه، تمام؟ فادي مساحه ان الرز يستوي وحجمه يزيد جوه الحاجه اللي انت بتحشيها اهي. انا بنزل للاخر بس بالراحه، واحط تاني بالراحه اهو، وازق بصبعي الصغير. عشان ايه؟ عشان هي رفيعه بس اهي. نقصي منها شويه، ما تخليهاش مليانه للاخر، وخليها تبقى مهويه كده، شايفه؟ مهويه ومش مليانه للاخر. هحشي معاك واحده كمان اهي. وكل شويه تقلبي الخلطه. ليه بقى؟ عشان الخضار اللي فيها بينزل ميته، الطماطم والخضره والبصل، فما تبقاش فيها ميه كتير، يعني حته فيها ميه وحته ما فيهاش ناشفه ما فيهاش ميه اهو. بنزل كده بالراحه بصبعي الصغير، واقلب كده الرز كل شويه، واخد تاني شويه اهو. ممليش للاخر، انا هنزل منها شويه وامسح البتنجانيه، خلاش ملحوسه من بره. هبدا فاضل بقى انا كده عملت الكوسه. انا الكوسه ما عملتهاش كلها، هعمل حشيت 2 بس بالرز، والباقي هقول لكم هنعمله ازاي بطريقه تانية، محشي برضو بس بطريقه تانية. هكمل لف ورق الكرنب. ادي الكرنبايه اهي، ورقه الكرنب بس صغنونه ازاي اهي. احط حبه رز صغيرين جدا كده، حبه صغيرين خالص، والف لفه التانية واقطع. ادي صباع المحشي تاني، دي مقطوعه شويه ما يهمناش خالص. هنجيبهم على بعض كده ونحط حبه رز صغيرين كده، وبالراحه بالراحه اهي، وامسح من الجنب ده ومن الجنب ده، اتكه من الجنبين كده صباع المحشي. هحشي تاني حبه رز صغيرين، والف وامسح من الناحيه دي ومن الناحيه دي اهي. واحده طويله اهي، احطها على ايدي كده، حبه رز صغيرين، واقفل كده لفه التانية واقطع، واضغط من ناحيتين اهو. شايفين الصباع المحشي قد ايه؟ هكمل
بقيه الكميه بنفس الطريقه. اهم حاجه حبه رز صغيرين، انا حطيت حبه كتير وبعد كده نزلتهم تاني. لفه للتانيه واقطع، واضغط من ناحيتين وامسح كده اهي، اقفل كده ولفه التانيه واقطع واضغط من ناحيتين اهي. تمام. واقلب الرز كل شويه عشان بينزل الميه بتاعه الخضار اهو. حبه رز صغيرين واقفل كده لفه التانيه. بس دي فاضل حته صغيره هلفها واضغط من ناحيتين وامسح كده صباع المحشي من اي بواقي رز. شايفين شكل الصبع؟ هي بنفس الطريقه. وارجع لكم تاني وهنشوف ازاي هنعمل المحشي بتاع الكوسه بطريقه مختلفه. انا هنا عندي الحله اللي انا هبدا ارص فيها المحشي الكرنب. هحط في الارضيه شرايح بصل، لو عندك جزر ممكن، لو عندك طماطم ممكن تحطي شرايح طماطم. ممكن لو عندك بواقي خضرة المحشي العيدان بتاعتها ممكن تحطيها. المهم اي حاجة خضار عشان يعمل فاصل والمحشي بتاعك ما يلزقش. انا اهو الارضية بتاعتي اهي تمام. هبدأ ارص صوابع المحشي بتاعتي بالراحة وايه بشكل منظم، وهبدأ اكمل بقية الحلة وارجع لكم تاني. واخيرا خلصنا لف ورق الكرنب بالشكل ده. يفضل ان الحلة تكون اوسع شوية من حجم المحشي، احسن ما تبقى صغيرة. ليه؟ لانه هو بيستوي بيطلع لفوق بينفش يعني. فده شكل حلة الكرنب بعد ما احنا حشيناها. هقول لكم هنعمل ايه تاني. اتبقى معايا شوية ورق كرنب، طبعا مش هرميهم، امال هتعملي فيهم ايه؟ هحطهم في كيس واشيلهم في الفريزر. كيس زي ده كده، طبعا هما اتصفوا خلاص من الميه، بدخلهم كده في الكيس ينفعوا في مره تانية اكون بحشي اهو. فريتهم كده بالمنظر ده واشيلهم في الفريزر. تمام. ده شكل الكوسه والبتنجان. هقول لكم هنعمل فيهم ايه دلوقتي، وهقول لكم الثلاث كوسات اللي فاضلين معايا دول هعمل فيهم ايه. هعملهم بطريقه مختلفه، خليكم معايا. الخطوه الاخيره معانا. انا هنا عملت ايه، حطيت ميه على النار وهحط مكعب مرق دجاج وهحط رشه ملح شويه كمون وشويه شطه كأننا بنعمل شوربة بديلة، شوربة من غير شوربة. انت بقى لو عندك شوربة مثلا فراخ، شوربة لحمة، ايا كان، شوربة بطة، هتحطي منها على المحشي على طول. فهمتيني؟ لو ما عندكيش هتعملي كده، مية هتسخنيها على النار، مكعب مرق الدجاج، رشة ملح، رشة كمون، رشة شطة، وهتسقي بيها المحشي عشان يستوي. ممكن تحطي معلقة صلصة كمان اهي، معلقة صلصة.
عصير طماطم يعني او صلصه اللي متاح عندك. دي اللي هتخلي المحشي بتاعنا يستوي. خلاص انا كده اتاكدت ان مكعب مرقه الدجاج خلاص داب. هدوق كده. تمام، الحقيق بتاعها كويس. هبدا ان انا اسقي بيها الشوربه المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البوتاجاز بقى زي الهباب، مفيش مشكله، هنغسله غسله متينه. اهي امسكي كده الحله، اعملي كده عشان نتاكد ان الشوربه بس كده. شايفين ده المحشي بتاعنا اهو. انا عملته كده عشان الشوربه تنزل في تحت. هغطي عليه واول ما يبدا يغلي ههدي النار على الاخر واحط الشرايطه تحتيه عشان يستوي على نار هاديه وياخد راحته بقى. هنا انا حطيت المحشي بتاع البتنجان والكوستين اللي هم محشيين رز، وحطيت لهم شويه شوربه وهغطي عليهم. وبرده نفس الكلام، اول ما تغلي هوطي النار على الاخر. فاضل بقى نعمل الثلاث كوسات اللي احنا عمالين كل شويه نتكلم عنهم. طب هنعمل بيهم ايه؟ هقول لكم. هجيب طاسه فيها حته بصله وشويه زيت، هديهم تشويحه، وهنزل بحته لحمه مفرومه. انا مش عايزه كتير، على قد الثلاث كوسات بس. وهديهم بقى ايه تشويحه محترمه. اللحمه انا كده شوحتها، هحط شويه ملح وفلفل اسمر اشوح تقليبتين كمان، وانزل بشويه صلصه او عصير طماطم او صلصه وعصير طماطم مع بعض. خلاص خلصت معانا الخلطه اللي هي عباره عن بصل ولحمه مفرومه شوحناهم، وبعدين نزلنا بصلصه او عصير طماطم، وبعدين وحطينا ملح وفلفل وشويه شطه تشويحتين لحد ما بقت شكلها كده. استنيت اما برد شويه وهمسك الكوسه وهحشي بالشكل ده. هكمل حشو الثلاث كوسات وارجع لكم تاني. ده شكل المحشي بتاع الكرنب. هحط بقى ايه قرب ما هو داخل على السوا، هحط حته سمنه فلاحي كده على الوش تديله بقى ايه الطعم المتين. وتديله لمعه وتخلي طعمه في حته تانية.
نيجي بقى عند المحشي. انا هنا خلاص حشيت الثلاث كوسات دول لحمه مفرومه، وهسيبهم هنا على النار يستووا. بعد ما حشيت الثلاث كوسات اتبقى معايا حته اللحمه المفرومه دي. طب هنرميها؟ اكيد لا. طب احطها فين؟ احطها هنا على الوش، هتدي طعم برضو وريحه حلوه اهي. بس كده. وهنسيب المحشي ده يستوي براحته، وده هنوطي عليه برضو ونسيبه يستوي براحته. وبكده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص. انا هسيب المحشي يستوي براحته، موطيه عليها النار على الاخر. انصحكم تجربوه بنفس الطريقه، هيعجبكم جدا ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه، باي باي.